في يوم عادي جدا في منطقة الهرم بالقاهرة، والناس ماشية في حالها. الشوارع زحمة كالعادة، والمحلات فاتحة، والكل بيجري ورا لقمة العيش. ما كانش حد يتخيل إن في وسط الزحمة دي في شنطة سفر مرمية على جنب الرصيف هتكون بداية لكابوس مرعب. الشنطة كانت كبيرة سودة، باين عليها إنها تقيلة، وواقفة لوحدها كأنها حد مستني يرجع ياخدها. لكن الوقت بيعدي ومحدش بيجي. الناس بدأت تبص عليها باستغراب. واحدة قالت يمكن حد نسيها، واحد تاني قال يمكن في حاجة غالية جواها. بس واحد من الباعة كان عنده إحساس غريب، قال للناس يا جماعة، دي مش شنطة طبيعية، دي فيها ريحة وحشة جدا. الريحة بدأت تنتشر، تخنق الأنفاس، ومع اقتراب الشمس من الغروب وصلت الشرطة بعد بلاغ من الناس عن وجود جسم مشبوه في الشارع. الضابط مسك منديليه، قرب بحذر، فتح الشنطة بهدوء، وكل اللي حواليه وقفوا يتنفسوا بصعوبة، منتظرين يشوفوا ايه اللي جوه. لكن ولا واحد فيهم كان مستعد للي شافه. كانت جثة إنسانة مقطعة 3 أجزاء، الجزء العلوي لوحده والجزء السفلي لوحده، والرأس ملفوفة في كيس بلاستيك ومتغلفة بشريط اللاصق. الدم ناشف، بس الريحة كانت لا تطاق. لحظة صمت مرعبة، وبعدها بدأت الصرخات. الناس جريت، في اللي وقع وفي اللي فضل واقف مصدوم. الشرطة طوقت المكان، والمباحث بدأت الشغل فورا. مين دي؟ وليه اتقتلت بالطريقة البشعة دي؟ وليه في شنطة في نص الشارع؟ وليه محدش سأل عنها قبل كده؟ التحقيقات بدأت، والشنطة اتنقلت للمعمل الجنائي، وبدأوا يحللوا البصمات، الملابس، وكل تفصيلة. الجثة كانت لأنثى تقريبا في العشرينات، بيضاء البشرة، شعرها طويل وأسود، بس ملامح وشها كانت متغيرة بسبب الضرب، وأجزاء الجلد فيها كدمات غريبة. اللبس شبه ممزق، مفيش معاها أي إثبات هوية، لا بطاقة ولا موبايل. رجعوا الكاميرات وشافوا إن في عربية باين عليها وقفت قبل الفجر بدقايق. نزل منها حد رمى الشنطة بسرعة ورجع جري. الكاميرا مش واضحة قوي، بس العربية باين نوعها، ومن الرقم قدروا يوصلوا لصاحبها. صاحب العربية كان شاب في أول الثلاثينات، ساكن مش بعيد عن المكان. أول ما الشرطة وصلت بيته سألته، كان مرتبك، بيحاول يبان طبيعي، بس عينه كانت بتتحرك كتير وإيده بتترعش. سألوه كنت فين يوم كذا الساعة كذا؟ قال كنت نايم. طيب العربية كانت فين؟ قال مركونة، بس لما فتشوا العربية لقوا آثار تراب شبه اللي في الشنطة، ولما دخلوا بيته لقوا آثار دم في الحمام. وقتها قرروا ياخدوه للتحقيق، وبدأت القصة الحقيقية تطلع للنور. الجثة كانت لأخته، أيوة أخته من أمه، وكانت سايبة البيت بقالها فترة، وأهلها بيقولوا إنها سافرت. لكن الحقيقة إنها كانت عايشة في شقة تانية بعد ما هربت من بيت أهلها بسبب مشاكل كبيرة، مشاكل كلها حوالين الشرف، الكلمة اللي بقت سيف بيتحرك في أي لحظة. البنت دي كانت على علاقة بشخص من خارج العيلة، وكانت رافضة تتجوز حد من العيلة، وكانوا عاوزين يفرضوا عليها حياة مش بتاعتها. بعد ما هربت حاولت تعيش في هدوء، لكن أخوها قدر يوصل لمكانها، فضل يراقبها، ويوم ورا يوم الغضب كان بيزيد جواه. في التحقيق أخوها قال أنا مرضتش أعيش والناس تقول أختك سابت البيت، أختك ماشية غلط، كان لازم أنظف اسم العيلة. لكن الطريقة اللي قتلها بيها كانت مرعبة، مش مجرد طعنة ولا خنق، لا، ده دخل عليها، شتمها، ضربها، خنقها، وبعدها قطعها بمنشار مطبخ، وحط الجثة في شنطة سفر قديمة، واستنى نص الليل وراح رماها في الشارع. الأغرب إن محدش من العيلة سأل عنها ولا بلغ باختفائها، لأنهم اعتبروها ميتة من زمان. لكن تحليل ال DNA هو اللي فجر المفاجأة، وقدروا يوصلوا لهويتها من خلال تطابق الحمض النووي مع الأم اللي لسه عايشة. والأم كانت في حالة انهيار لما عرفت إن بنتها مقتولة ومقطعة. القضية تتحولت لقضية رأي عام، الصحف اتكلمت عنها، الناس انقسمت، في اللي قال إن دي جريمة شرف، وفي اللي قال إن ده قتل مع سبق الإصرار وجريمة متوحشة مش ليها أي مبرر. لكن الكارثة إن القاتل كان شايف نفسه بطل، بيحكي بكل فخر أنا عملت اللي المفروض أي راجل يعمله، كنت بحمي العيلة. لما النيابة سألته ليه قطعتها، قال كنت خايف حد يلاقيها بسرعة،
كنت عاوز الوقت يعدي. كنا هل دي كانت فعلا جريمة شرف ولا كان في أسباب تانية؟ حسب التحقيقات الضحية كانت ناوية ترفع قضية على العيلة علشان تاخد حقها في الميراث، وكان عندها مستندات ممكن تفتح نار جهنم على الكل، وكانت عارفة أسرار كتير، تسجيلات، صور، وبتخطط تنشرها لو اتأذت. وده خلى أخوها يتصرف بسرعة، يخلص عليها قبل ما تفضحهم، ويبقى الشرف هو الغطاء المثالي. في المحكمة المتهم حاول يبكي، يقول إنه ندمان، لكن الفيديوهات، الأدلة، وشهادة الجيران كانوا أقوى من أي دموع. اتصدر الحكم بالإعدام، لكن حتى بعد الحكم الجريمة فضلت عايشة في عقل الناس، لأن القصة دي مش بس عن جثة في شنطة. القصة دي عن بنت ماتت مرتين، مرة لما هربت من بيت مفروض يحميها، ومرة لما أخوها قرر يكون القاضي والجلاد. لكن الأغرب من كده إن في قصص مشابهة كتير، بس الفرق إن مش كلها بتطلع للنور، مش كلها بتنتهي بجثة في شنطة. في بنات كتير بيختفوا وأهلهم يقولوا سافرت، وفي شباب بيرتكبوا الجرائم باسم الشرف والمجتمع يسكت. بس شنطة الهرم فضحتهم كلهم، كانت رسالة صادمة إن مفيش مبرر للوحشية، وإن الشرف الحقيقي هو إنك تحافظ على حياة الناس مش تموتهم. وإنت كمشاهد دلوقتي اسأل نفسك، هل الجاني كان فعلا بيدافع عن الشرف، ولا دي كانت جريمة بدافع الخوف من الفضيحة؟ وهل لو البنت ما كانتش بتطالب بحقها كان هيقتلها، ولا كانت هتعيش في صمت؟ في النهاية الجريمة خلصت، لكن الأسئلة لسه بتطارد كل اللي سمع عنها، ولسه في شنط تانية، في شوارع تانية، مستنية حد يفتحها. يمكن يكون جواها سر جديد أو جثة تانية. فورعوا، لو القصة شدتكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو، وده بيساعد القناة توصل لناس أكتر. اشتركوا دلوقتي وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من القصص الحقيقية اللي وراها وجع دم وأسرار لسه مستخبية. استنوني في الحلقة الجاية، يمكن تكون عن شنطة تانية أو سر أخطر.